ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو ميزانيه. عايزه اقول لكم ان انا اتاخرت عليكم، بس اسفه جدا والله. يعني ادعوا لي ان انا يكون عندي طاقه ان انا اصور فيديوهات. مش عارفه الفتره دي انا مكسله جدا، بس انا في ميزانيات طلبت مني، قالت لي اعملي لي يا منى ميزانيه ب 3000 جنيه شهريا. الميزانيه دي بتكفي من 4 ل 5. المهم ان انا عملت لها الميزانيه. طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل الميزانيه بتبقى شامله اكل بس، يعني ولا فيها بقى فواتير ولا فيها دروس ولا اي حاجه. ممكن انت يعني ايه تقولي لي المبلغ الصافي للاكل كام، وبناء عليه هعمل لك الميزانيه. خلاص. فهي قالت لي الميزانيه بتاعت الاكل والشرب 3000 جنيه. خلاص. يا رب الفيديو ان شاء الله باذن الله النهارده يعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك ودعوه حلوه، وكمان كومنت جميل زيكم كده تحت في التعليقات على الفيديو. ويا رب الميزانيه تعجبكم، حتى لو فيها معلومه بسيطه جدا تستفادوا منها. خلاص، يلا بينا كده نبدا الفيديو. ما تنسوش الدعوه الحلوه اهم حاجه، ويلا بينا نبدا في الفيديو. طيب انتوا عارفين ان انا مبدئيا كده انا بحب دايما لما امسك اي ميزانيه، حتى لو ميزانيتي انا بحب ان انا اجيب حاجات اول الشهر وحاجات بالاسبوع. طيب الحاجات الاول الشهر اللي احنا بنحب نجيبها هي الخزين والمنظفات وكمان اللحوم. طيب الخزين والمنظفات انا عملت لهم كام؟ عملت لهم 1000 جنيه. طيب ال1000 جنيه دي يا منى هتقسميها ازاي او بناء على ايه؟ اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وكل حاجه موضحه. اول حاجه هنجيب 5 كيلو من الرز. انا حسبت لك الرز على اساس ان هو 25 جنيه. بس انا طبعا في السوق ارخص من كده ب20 وب22. بس انا حسبت لك بزياده شويه، ف5 كيلو رز ب 125 جنيه. خلاص، يبقى هنجيب 5 كيلو من الرز ب 125 جنيه. تاني حاجه هنجيبها 3 كيلو من الدقيق. انا حسبت لك الدقيق على اساس ان هو الكيلو منه ب 20 جنيه. طبعا هو بيبقى ممكن ارخص من كده عند العطار او العلاف، بس انا حاسبهولك برضو بالزياده. 3 كيلو ب 60 جنيه. خلاص، الكيلو يعتبر على اساس ان هو 20 جنيه. كمان كتبت لك 2 كيلو من السكر. انت قلتي ان في تموين، بس انا كتبت لك برضو سكر، لان اساسا دلوقتي التموين ما بقاش بيدي سكر خالص، يعني بيدي على الفرد كيس سكر واحد. انا عن نفسي 4 افراد وعيالي لسه صغيرين، بحس ان طبعا الكيسين مش بيكفونا، لاني انا فردين بس في البطاقه. فبتضطري ان انت تجيبي سكر من بره، فانا كتبت لك 2 كيلو سكر. عايزه اقول لكم ان السكر سمعت ان هو غالي جدا بقى ب 27 جنيه وانت طالعه. انا حسبته لك على اساس ان هو 30 جنيه، يعني ال 2 كيلو ب 60 جنيه. خلاص، هنجيب مكرونه ب 100 جنيه. يعني انت معاكي 100 جنيه للمكرونه، انزلي هاتي بيها اللي انت عاوزاه. عايزه تجيبيها سايبه ماشي، عاوزه تجيبيها اكياس اللي هي 400 جرام مفيش مشكله، عايزه تجيبيها الاكياس اللي هي كيلو على بعضها برده مفيش مشكله. المهم ان انت معاكي 100 جنيه للمكرونات زي ما تيجي بقى. بس طبعا المكرونات دي داخل فيها الشعريه واللسان العصفور. خلاص، يعني انت معاكي 100 جنيه للمكرونه، تصرفي فيها زي ما انت عاوزه. كمان توابل ب 50 جنيه. ايه ده، انا كتبت توابل مرتين. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. صعب، بصوا انا بقى ايه، بحاول ان انا اكتب لكم بسرعه على اساس ان انا الحق اصور الفيديو وينزل لكم. المهم ان انت هتجيبي توابل في حدود ال 50 جنيه. طبعا اهم التوابل الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره. بقى حاجه طبعا هتجيبي بقى بخمسات، يعني ب5 جنيه مثلا توم بودره، ب5 جنيه بابريكا، ب5 جنيه زعتر كده. المهم ان انت ما تتعديش ال 50 جنيه. هنجيب كمان مشروبات. المشروبات دي زي الشاي، زي القهوه، زي النسكافيه، زي الكافي ميكس، طبعا في حدود ال 100 جنيه. برضو زي اللبن البودره بعتبره من المشروبات. زي اليانسون والنعناع والنسكافيه والحاجات دي. المهم ان انت تحاولي كل شهر تجددي، يعني بال 100 جنيه ديت مثلا شهر تجيبي فيه شاي وقهوه ونسكافيه مثلا، حسب الميزانيه بقى وحسب الفلوس اللي انت حطاها. حاولي ان انت ما تتعديهاش. هنجيب سمنه وزيت ب 200 جنيه. طبعا السمنه دلوقتي يعني لو انت بتستخدمي روابي او جنه او الحاجات دي بتبقى في حدود 58 جنيه 60 جنيه في الحدود دي. خلاص. هتجيبي زيت، هتجيبي بقى 3 ازايز زيت، مثلا الازازه ب 50 جنيه. وفي ساعات كمان سوبر ماركتات بتعمل عروض على الزيت، بيبقى الزيت واقف عليكي ب 45 جنيه. المهم ان انت برضو معاكي 200 جنيه. حاولي ان انت توفقي نفسك بقى وتشوفي انت محتاجه ايه. ممكن تجيبي ازازتين زيت وعلبه سمنه اللي هي الكبيره اللي هي ب 100 جنيه تقريبا او ب 105 حاجه زي كده. المهم ان انت توفقيها في حدود ال 200 جنيه.
هتجيبي بقى كمان، بصوا بقى انا كنت كاتبالك هنا بقوليات وتوابل ب105، لا انت هتخليها كلها بقوليات، بحيث بقى ان انت تجيبي منها فشار، تجيبي منها رز بسمتي، تجيبي منها صلصه، تجيبي منها مرقه، تجيبي منها الحاجات اللي هي الفرعيه دي، تجيبي منها رز بسمتي، تجيبي منها فاصوليا، لوبيا، عدس اصفر، عدس بجبه. المهم ان انت معاكي 105 تجيبي بيها بقى البقوليات والصلصه والخل والملح، لا الملح فوق، والمرقه والحاجات دي. خلاص، مجموع الخزين ده عمل 800 جنيه. هيتبقى كام من ال1000 جنيه؟ هيتبقى 200 جنيه. ال200 جنيه دي انت هتخصصيها للمنظفات. المنظفات بقى هتجيبي منها المسحوق، خلاص، هتجيبي منها صابون مواعين، والله بصي انا بقالي مده بتعامل مع واحد بتاع صابون مواعين سايب، بصراحه حلو جدا، والكيلو منه ب5 جنيه. طبعا بجيب بقى الكميه اللي تكفيني. بصراحه انا عندي اللي هو الجيركن ابو 2 كيلو او 2 لتر يعني، فده انا كل ما بيخلص بملاه خلاص. فانت بقى تشوفي مثلا واحد يكون نضيف وتتعاملي معاه وتجيبي منه كل حاجتك بقى بعد كده. برضو شامبو، حمام كريم، بلسم. لو انت مثلا ميزانيه معاكي مزنقه، او ممكن شهر تجيبي منه اكياس كاتش، اكياس كاتش ايه، اكياس شامبو. برضو هتوفر معاكي جدا في ايه ميزانيه المنظفات. خلاص. وحاولي على قد ما تقدري ان انت تستغني عن المنظفات اللي هي ملهاش لازمه، يعني زي مثلا ايه، ملمع الاساس. بصراحه انا عندي ولما يخلص مش هكرره تاني، هي ريشه كده برش يعني، بمسح التراب من على الحاجه، والله وحته مبلوله والله والدنيا بتقضي يعني. حتى ممكن كمان استغنى عن ملمع الازاز، بس انا بحس ان ملمع الازاز اهم من بتاع الخشب، لان ملمع الازاز ساعات كمان برشه على الخشب وبمسح بتبقى الدنيا زي الفل. خلاص. فانت يعني انت بقى كده ايه، تحاولي كده ترستقي امورك وتشوفي الحاجه اللي ينفع تستغني عنها استغني عنها. يعني ايه، الدنيا دلوقتي بقت غاليه جدا، والواحد ما بقاش بص سامح ان هو يجيب كل حاجه متاحه ليه. ربنا يعيننا يا رب على الحياة. خلاص، يبقى الميزانية الخزين والمنظفات خصصت لها 1000 جنيه. طيب هنيجي لقسم اللحوم، انا خصصت له برضو 1000 جنيه. ال1000 جنيه بتاعت اللحوم دي هتجيبي فراخ ب400 جنيه. ليكي طريقتين، يا اما تجيبي فراخ وانت تقسميها الاجنحة لوحدها، والكبد والقوانص لوحدها، والصدور لوحدها، والوراك لوحدها، والهياكل لوحدها، يا اما تجيبيها متقطعه جاهزه من عند الراجل بتاع الفراخ. المهم ان انت ما تتعديش ال400 جنيه دول. خلاص، ممكن تجيبي المبلغ اللي انت حاطاه. هتجيبي كمان لحمه ب400 جنيه. طيب اللحمه ب400 جنيه، هتقولي لي هتيجي واحده تقول لي ايه ده، كيلو اللحمه ب350 جنيه. انت لو ميزانيتك بسيطه مش هتعرفي تجيبي لحمه بلدي للاسف. يا اما تجيبي نص كيلو بس في الشهر كله، وتقضيها بقى بقيه الشهر بمفروم مع فراخ مع سمك مع كبده مع سجق مع الحاجات دي. خلاص. حابه بقى ان انت تجيبي مثلا كيلو لحمه ب400 جنيه، انت حره يعني، انت حسب ايام اللحوم اللي انت هتحطيها في الشهر قد ايه. في مثلا ناس بتحب تاكل مره واحده لحوم في الشهر، في ناس بتحب 2، في ناس بتحب 3، في ناس بتحب كل يوم. طبعا ده صعب جدا في الزمن ده. فانت حسب ميزانيتك. انا يعني انا واحده مثلا لو ميزانيتي كده انا مش هجيب كده، يا اما اجيب نص كيلو لحمه بلدي، واجيب مثلا اللحمه المفرومه مجمدات. انا كنت لسه جايباها معاكم في فيديو الكيلو ب130 جنيه. وهتعملي يجي 3 اصناف من اللحمه لو انت هتقسمي الكيلو على 3 حاجات، فهيبقى حلو جدا معاكي. خلاص. هنجيب كمان سمك ب200 جنيه. ال200 جنيه دول بقى هتنزلي تجيبي كده بيهم سمك حسب اللي انت عاوزاه، سمك بولتي، سمك مكاريل، جمبري، زي ما انت عاوزه هاتي. المهم ان انت ما تتعديش الميزانيه اللي انت تكوني حطاها لنفسك. في ناس ما بتحبش السمك قوي، فانت ممكن توزعي فلوس السمك ديت على اللحمه او الفراخ او الاتنين مع بعض، يعني مثلا 500 و500 او حسب بقى ما انت عاوزه. خلاص، انا مجرد بديكي افكار وانتي حاولي تختاري او تاخدي الفكره اللي تناسبك من الفيديو. هنيجي بقى المصروف الاسابيع او الاربع اسابيع بتوعنا. فانت هيبقى معاكي 1000 جنيه. انا قسمتها كده ل3000 على 3 اقسام، اللي هو الخزين والمنظفات 1000، واللحوم 1000، والاسابيع 1000. هننزل بكل اسبوع هننزل ب250 جنيه. هنجيب الخضار بتاعنا اللي هيكفينا الاسبوع، والفاكهه وحاجه العشاء والفطار. الخضار 100 جنيه، الفاكهه 50 جنيه، ممكن كمان تجيبي منهم صنف حلويات لو انت عاوزه. كمان العشاء 100 جنيه. خلاص، العشاء ده بقى جبنه، لبن، بيض، زبادي، الحاجات دي كلها من ال100 جنيه. هتقولي 100 جنيه هتكفي؟ ان شاء الله باذن الله تكفي. حاولي ان انت كده ايه تجيبي الحاجات على قد، وكل اسبوع
كل اسبوع تنوعي عن الاسبوع اللي قبله. يعني مثلا الاسبوع ده جبتي مربى، الاسبوع اللي بعده تجيبي حلاوه، الاسبوع اللي بعده ما تجيبيش خالص، تجيبي لانشون، تجيبي جبنه، تجيبي زيتون، تجيبي موتزاريلا، الحاجات دي. خلاص. الخضار برضو عايزه اقول لكم ان انا بنزل ب 100 جنيه خضار، بحيث انها بتكفي بالظبط. والله العظيم انا النهارده انا مصوراكم النهارده الفيديو يوم الخميس، عايزه اقول لكم الحاجه خلصانه من عندي من الثلاجه، مفيش اي حاجه في الثلاجه، ولسه طبعا ناقص الجمعه، وبنزل انا يوم السبت. يعني بجد ربنا يرحمنا من غلو الاسعار والحياه اللي احنا عايشينها، لان فعلا الاسعار غاليه جدا جدا. يعني انا كنت زمان بجيب مخصصه للخضار دي 40 جنيه 50 جنيه، اقصى حاجه 70 جنيه، دلوقتي 100 جنيه وما بتكفيش. يعني شوفوا الخضره وصلت سعرها عامل ازاي. الكرنبايه كنت جايباها ب 30 جنيه عشان اعمل اكله محشي. فيا جماعه نحاول نمسك، مش هنمسك نفسنا، يعني نحاول ان احنا ندعي ان الفلوس يبقى فيها بركه، ده اهم حاجه. دي كانت ميزانيه النهارده، يا رب يكون التقسيمه عجبتكم. وانت لو ميزانيتك قريبه من الميزانيه دي، فانت هتمشي على نفس الخطوات. حابه تعدلي في حاجه، حابه تزودي على اللحوم وتقللي في الخزين، انت حسب ما انت عاوزه. انا مجرد بس ان انا بديكي افكار وانت بتمشي عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش اللايك. مع السلامه.